السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سيبناكم كام ساعة عشان نجهز الغدا. النور قطع، قعدت مستنية النور، قلت انا كده كده مش هعمل حاجة بالنور. جبت القلقاسة قطعتها وغسلتها بمرة كده، سبتها في مية اول مرة خالص، سبتها شوية وبعد كده غسلتها تاني وبعد كده سبتها كده في المية. ده شربنا بقى وفطرنا، وشربنا اللي شرب شاي واللي شرب ليمون واللي غلبنا على ما شرب كوبايته. جبنا بقى فرخة، وقلنا ايه نعملها كده عشان المية او تون الشوربة بتاعتها عشان القلقاس. يلا بينا نطلع المحلة نحط ايه مية فيها. وهنا عملت حلة كبيرة ليه بقى يا منى؟ عشان مع دي بتاخد فرختين. لا انا عاملاها عشان القلقاس، وان شاء الله عاوزة شوربة برضو عشان المحشي ان شاء الله. مش عشان مش كل يوم بقى نطلع فرخة، لا هنبقى ناخد الشوربة بتاعتها نشرب المحشي وخلاص. حطيت فيها كده طماطم، هجيب بقى فلفل اسمر واجيب بصلتين ونظبط الشوربة بتاعتها. لما تغلي ننزل فيها الفرخة. حطيت هنا عود قرفة كده مكسر اهوت، واحدة لورا وواحدة حبهان، وحطيت بصلاية وحطيت فلفل اسمر، ولسه حسين هيجيب بصلة كمان احطها فيها. وعلى ما تغلي كده اقوم منزله ايه الفرخه. هنا انا عايرت الرز وجبته عشان اغسله، بس هستنى الدور بس يخلص وبعد كده نرجع نصور تصوير، نرجع نكمل تصوير معاكم. وهنا على ما الظهر يبدأ غسلنا الرز، هنحط له، انا عامله الرز المعمر على القناه كذا مره هنحط له ملح ونحط له زيت ونقلب تقليبه، وبعد كده نحط الملح بتاعه، وطبعا زيت وسمنه ان شاء الله. حطيت بقى ملح وزيت وسمنة وقلبتهم، وهنزل بشوية لبن واقلبه وبعد كده نكمل اللبن بتاعه. وهنا طبعا بعد ما حطينا الزيت والسمنة والملح وقلبنا، والرز لسه مغسول كده من قبل ما نحط اللبن، قلبنا تقليبة حلوة وحطينا كوباية لبن كانت هتروب، وقمنا مقلبناها. وبعد كده حطيت اللبن، لما اجي اروح احطه في الفرن ازوده مية. لقيت المية بتاعتنا خلاص، وطيت عليها كده، وهنزل بقى بالفرخة واغطي عليها ونشوف واروح احط الرز في الفرن. وهنا بدل البطاطا هنشوي بتنجان عشان نبقى نعملها ان شاء الله الفطار في اي وقت. نروح بقى نولع الفرن ونحط الرز المدسوس. رحنا بقى حطينا الرز في الفرن الغاز، ونخلص بقى اللي ورانا ونصبن دول كده. وديت الحاجات اللي هنا في المطبخ، ويلا بينا نقشر شوية توم ونعمل الخضرة عشان القلقاس. نور لسه مكاش منهم لله. قشرنا شوية توم كده على العلبة بتاع السمنة. يلا بينا. صفينا هنا المية وحطيت ملح وكمون بقى على الفرخة واغطيها تاني، ونصفينا المية وشوف هنعمل ايه. حطينا شوية زيت حلوين كده نحمر بيهم القلقاس وهي لسه ني. القلقاس دي ما كنتش بطيقه اكله خالص ولا بحب ريحته، فلازم يتعمل عشان العيال ياخدوا عليه وربنا يهديهم وياكلوه. بحمره بقى بشوية الزيت ونحط له الشوربة بتاعته. بحمره في الزيت كده كل شوية بديله تقليبة وانا بحرك الثوم. هنا بقى احط له الشوربة بتاعته واسيبه كده ياخد سوا مع بعض. حطينا الشوربة بتاعته ونسيبه بقى نستوي شوية كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وكالعادة على ما الحاجة تتعمل دخلنا على المواعين نغسلها، ورحت قفلت الفرن من فوق وشغلته من تحت كده، سبته شغال من تحت، انا كنت مشغلهم الاتنين من اول. يلا بينا نشطف ونشوف هنعمل ايه. وهنا حطيت معلقة سمنة على معلقتين زيت، هنحمرهم على البوتاجاز وبعد كده هنحطهم على القلقاس. في ناس بتدقهم في الهون او في الكبة، لا دي احلى طريقة. انا كنت بعملها الاول الثوم والخضرة مع بعض في الهون واحملهم، لا كده احلى. وهنا ابتدت الثوم نفس كده وهحط عليه الخضرة. انا كنت اعمل دي لوحده ودي لوحده، بس قلت عشان العيال عاوزاهم دروس يجي ياكلوا. حطيت لك القلقاس معلقة ملح ونص معلقة كمون، والخضرة لسه ما عملتش، هحطها عليها ياخد سوق النور لسه ما جيش. الخضرة هنا مطلعة ريحة جميلة، هنحطها في الحلة ونغطي عليها زيها بالظبط، مش زي الملوخية ما بغطيش عليها. طلعت وراك الفراخ لقيتها استوت، وحطيت الخضرة اللي كنت عاملة نص كزبرة ونص بقدونس، وعملت الثوم وقمت حطهم على بعض كده يستوي بقى يكمل سواه واطفي عليه. رحت ابص على الرز لقيت البتنجانة استوت، جبتها كده اسيبها تبرد ودخلها التلاجة. احنا مش هنعملها النهاردة، احنا هنعملها بكرة ان شاء الله للفطور. ريتاج قالت عملت زي امها وهي صغيرة مش هاكل قلقاس، قلت لها بس تقولي هتلاقيه جميل. هنا ضفت على الشوربة
طلعت الصدور وطفت عليها بقى، وهدفع القلقاس كمان شوية لسه. هروح ابص على الرز الاول. وهنا عملت الفراخ بصلصة وحطيت عليها شوية شطة، غيرت كده. هندفع القلقاس خالص بقى، هو استوى كده خالص وخد كفايته. طلعت صينية الرز من الفرن وسبت بقى الفرخة تتحمر من فوق. وهنا كنت حاطة كده ايه، كبد وقوانص، وبروجي قال لي جربي كده تعملي الرجول، بيقولوا عليك. جربنا عملناها، وطلعت البصل من الشوربة وطفينا عليها. نور لسه قاطع الساعة، يعني قربت على 3 وهو قاطع من 9:30، حرام كده. حمرنا الفرخة كده في الفرن لما حطينا فيها الصلصة والشطة. وكده خلصنا. وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واختار الكل. وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في قناة روجي وحسين وماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.